تحليل أعمق من زاوية تكتيكية وفردية لمباراة الجزائر ضد السودان في الشان. التحليل التكتيكي. الخطة التي دخلت بها الجزائر. دخلت الجزائر بخطة هجومية 4-3-3 مع محاولة فرض الاستحواذ والضغط العالي. المشاكل: قلة الفعالية الهجومية. رغم الاستحواذ، الهجوم كان يعتمد أكثر على الكرات العرضية والكرات الطويلة بدل الاختراق المنظم. المجازفة الدفاعية. لعب بخط دفاع متقدم جعل الفريق عرضة للهجمات المرتدة السودانية. الضغط النفسي. الهدف العكسي أربك اللاعبين وأفقدهم بعض التركيز خاصة في الكرات الأخيرة. الخطة التي دخلت بها السودان. لعب السودان بانضباط 4-4-2 متحولة إلى 4-5-1 عند فقدان الكرة. نقاط القوة: تنظيم دفاعي ممتاز. الخط الخلفي ضيق المساحات وأجبر الجزائر على التسديد من بعيد أو العرضيات. حارس متعلق محمد أبوجة لم يكتفي بإنقاذ ركلات الترجيح بل أنقذ فرصا خطيرة في الوقت الأصلي. استغلال المرتدات. رغم قلة الهجمات شكلت المرتدات خطورة ونتج عنها ضغط أدى إلى الهدف العكسي. أداء اللاعبين البارزين. الجزائر: سفيان بيزيد كان من بين اللاعبين الأكثر نشاطا هجوميا. أيوب غزالة رغم أنه لعب مباراة جيدة دفاعيا إلا أن الهدف العكسي أثر على نفس تقييمه بشكل كبير. خط الوسط: افتقد إلى الإبداع وصناعة الفرص حيث اعتمد على التمريرات البسيطة دون كسر خطوط السودان. محمد أبوجة الحارس نجم المباراة بلا منازع. خط الدفاع: ثبات وانسجام خاصة في الكرات العالية. الوسط: قاتل على كل كرة ونجح في تعطيل خط وسط الجزائر. هذا يجب أن تحسنه الجزائر مستقبلا. النجاعة الهجومية: تحويل الاستحواذ إلى فرص حقيقية بتفعيل الأطراف وصانع ألعاب أكثر جرأة. إدارة الضغط النفسي: التعامل بهدوء مع المواقف الصعبة مثل الأهداف العكسية. الفعالية في ركلات الترجيح: رفع مستوى التركيز والهدوء عند التنفيذ. تنويع الحلول الهجومية: الاعتماد على الكرات البينية والاختراق من العمق بدل العرضيات فقط. هذا هو الرسم التكتيكي المبسط. الجزائر 4-3-3 هجومية اعتمدت على خط دفاع متقدم، ثلاثي وسط يحاول البناء، وثلاثي هجومي يضغط عبر الأطراف مع رأس حربة مركزي. السودان 4-4-2 دفاعية لعب بخطين دفاعيين متقاربين، 4 مدافعين زائد 4 وسط، ما أغلق العمق وضيق المساحات على مهاجمي الجزائر. الثنائي الهجومي كان يتمركز على أعلى لتشكيل مرتدات سريعة. هذه النسخة الثانية توضح بالأسهم الضغط الجزائري. المهاجمون الثلاثة يتقدمون للضغط على دفاع السودان. المرتدات السودانية ثنائي الهجوم يتحركان بسرعة نحو الأجنحة والمساحات خلف دفاع الجزائر المتقدم.